أنا دلوقتي ما بقتش أستغرب المدمنين، لأن اللي هم بيحسوه أنا عشته بالحرف، بس مع بني آدم. زمان كنت بسمع عن الإدمان وما بفهمهوش أو بستغرب منه، سواء الإدمان ده كان مخدرات أو سجاير أو سوشيال أو غيرهم. كنت بقول إزاي بني آدم عاقل يشتري بفلوسه حاجة بتدمره؟ إزاي ممكن بني آدم يبيع نفسه، كرامته، صحته، علشان جرعة مفعولها مؤقت؟ إزاي يبقى عارف إن المخدر أو الحاجة دي هتدمره ويروح يطلبها بنفسه؟ كنت دايما بشوف إن الإدمان ده اختيار، كنت بشوف إن الموضوع بسيط وسهل، حاجة بإيدك تبعد عنها لو عندك إرادة. لحد ما عشتها بنفسي بس مع بني آدم. كان بيجيلي إحساس غريب لما بقعد لوحدي من كتر الخناق والوجع، وأبدأ أسأل نفسي: هو أنا إيه اللي جابرني أستحمل كل ده؟ إيه اللي بيقدمه لي الشخص ده غير الوجع والأذية؟ وبصراحة ما كنتش بلاقي إجابة. عارف يعني إيه تصحى الصبح واخد قرار إن دي النهاية، وإنك مش هتكمل في علاقة بتأذيك، وتيجي بالليل تلاقي نفسك بتدور على الأذى ده تاني؟ كأن الوجع اللي بيسببه لي بقى هو الأكسجين بتاعي، الأذى بتاعه بقى هو جرعة المخدر بتاعتي. لما بحاول إني أبعد بحس بأعراض انسحاب بجد، جسمي يبقى مش شايلني، ضربات قلبي سريعة، عقلي مش مبطل تفكير، لدرجة إني كنت بفضل أتوجع في وجوده ولا إني أعيش مرتاح من غيره. الموضوع ما بقاش إني مدمن وجوده بس، الصدمة الحقيقية إني اكتشفت إني أدمنت الوجع اللي بيسببهولي، أدمنت دور الضحية، أدمنت إن أنام زعلان وأصحى مكسور، أدمنت إن كل يوم أقعد أدور على مبررات لقلة تقديره ليا، لدرجة إن الأيام الهادية من غير مشاكل معاه بقت بتخنقني. إحساس بيخليك تحس إنك غريب عن نفسك، مش قادر تسيطر على عقلك ولا قلبك. الموضوع مرعب، مرعب إنك تكون مدمن شخص بيأذيك، والمصيبة الأكبر إنك عارف إنه بيأذيك. يعني مدمن المخدرات ممكن ما يكونش حاسس بالواقع، لكن أنا مش مغيب، أنا شايف وعارف ومقتنع إن آخرتي مع الشخص دي هي الهلاك. عارف إنه بيموتني بالبطيء وبيهد فيها كل حاجة حلوة، ومع ذلك مش قادر أبعد خطوة واحدة. أنا دلوقتي ما بقتش أستغرب المدمنين، لأن اللي هم بيحسوه أنا عشته بالحرف، بس مع بني آدم. أغلبية المدمنين كان بيبقى نفسهم يتعافوا من المخدرات، لكن أنا كان نفسي أتعافى من الشخص ده. أنا مش ناقصني إرادة، أنا ناقصني أعرف أنا ليه بقيت أستخسر في نفسي إني أعيش مرتاح. وقتها ما كانش عندي إجابة للسؤال ده، بس مع الوقت فهمت إن المشكلة ما كانتش في الشخص ده، المشكلة كانت فيا أنا اللي كنت بدور في الشخص الغلط على أمان أنا فاقده جوا نفسي. وبعدين اكتشفت إني ما كنتش بحب الشخص ده أصلا، أنا كنت خايف من الوحدة، كنت فاكر إن الأذى اللي أنا عايشه وضمنه أحسن من الفراغ اللي أنا هعيشه لوحدي. بس في يوم فقت، بصيت في المراية ما لقيتنيش، لقيت شخص باهت، خايف، مكسور. سألت نفسي: هو أنا رخيص أوي كده؟ سايب نفسي لشخص بيلعب بيا وبيأذيني ومش فارق معاه وجعي؟ وعلشان أتعافى كان لازم أعدي بثلاث مراحل، هما اللي رجعوني لنفسي. المرحلة الأولى: الاعتراف، بطلت أكذب على نفسي، وقفت قدام المراية وبطلت أقول هو هيتغير وأنا السبب في خناقنا. واجهت الحقيقة المرة، وهي إن الشخص ده ما بيحبنيش، الشخص ده بيأذيني وبيلعب بيا ومعيشني في سراب، والنهاية مش هتكون سعيدة أبدا. المرحلة التانية: قطعت الجرعة، زي أي مدمن بيتعالج كان لازم أقطع تماما. عملت بلوك من كل حتة، مسحت كل الشتات، كل الصور، وأي ذكرى بينا مسحتها من حياتي. بطلت أراقبه وحاولت أمنع نفسي إن أسمع أي أخبار عنه. أول أسبوعين كانوا جحيم، ضربات قلبي كانت بتصحيني من النوم، وكنت هموت وأرجع لأن ده الأسهل بالنسبة لي. بس كنت بقول لنفسي: استحمل وجع البعد كام شهر ولا وجع الذل العمر كله. المرحلة التالتة: مليت الفراغ بحب حقيقي، رجعت لحاجات كنت ناسيها، شغلي، صحابي اللي بجد، هواياتي اللي الشخص ده كان طفاها جوايا. بدأت أستثمر في نفسي، ولما بدأت أشوف نجاحي وقيمتي في عيون الناس اللي بتحبني بجد، عرفت أنا قد إيه كنت رخيص في المكان الغلط. التعافي مش معناه إنك ما بقتش تحن، أنا ساعات بحن، وساعات بيجيلي فضول إن أعرف أخباره. بس الفرق بين أنا زمان وأنا دلوقتي: زمان كان قلبي هو اللي سايق وكان رايح بيا للضياع، دلوقتي كرامتي ونفسي بقوا أغلى عليا من أي حد. لو أنت في نفس المكان اللي أنا كنت فيه، اخرج فورا. الوجع اللي هتحسه وأنت بتبعد هو وجع الشفاء، مش وجع الموت. استخسر نفسك في الأذى لأنك غالي وقيمتك كبيرة وتستاهل تتحب بجد. وخليك عارف، التعافي مش زرار بتدوس عليه تصبح ناسي، التعافي جهاد.